السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في تحفيل التحفيل مع احمد اسماعيل. بص يا سيدي، السعوديه بتتحدى نفسها. السعوديه بتتحدى نفسها. السعوديه بتتحدى العالم، بتتحدى انجلترا، بتتحدى ليفربول، بتتحدى يورجن كلوب. السعوديه بعت طبعا انا عايز اقول لك يعني يورجن كلوب نفسه منزل تويته بيقول فيها ان صعب افرط يعني في لاعب او كده يعني ولا فلوس الدنيا. قصه محمد صلاح هي صراع قوي قوي. اعتقد اللاعب نفسه محمد صلاح كنجم ومشهور وجماهيريا حول العالم، يعتبر ده الوحيد اللي جه في الفتره الاخيره يخش في المقارنه شويه مع رونالدو وميسي في الدعايه والاعلانات والجمهور وحب الجمهور والاقبال عليه يعني او المتابعات. فمحمد صلاح رجل قويه قوي في السعوديه، رجل قويه، وما اعتقدش ان هو هيرفض. هياخد فلوس كتير جدا، الدوري هيبقى قوي. وعلى فكره يعني بغض النظر عن الاسفاف او قوه الصرف اللي بتحصل والكلام دوت في السعوديه للتمويل الموضوع ده والدعايه، رغم ان انا شايف ان الفكره كويسه، الفكره كويسه لقدام، الفكره كويسه كانتاج، ودي هعمل لها حلقه لوحديها. بس خلينا في محمد صلاح. في محمد صلاح في صراع قوي قوي، يعني احنا هنشترك بكذا، هتبقى على راتب في الدوري في العالم، هتبقى طب عرض فلوس على ليفربول اللي هو اصلا مجدي يعني فاضل له سنه تقريبا ويبقى حر او سنتين. فالنادي هيستفيد. يورجن كلوب متمسك بيه وشايف ان مفيش بديل او مش عارف يوفر بديل. هي دي القصه في الاخر، لكن هو الصراع نفسه ان محمد صلاح نفسه ما طلعش يتكلم. فهل محمد صلاح حابب يروح اتحاد جده؟ انا بقول اكيد. اولا هياخد فلوس، بلد عربي، دوري هيبقى قوي. الله اعلم فكر السعوديه يعني المملكه الفكر السعوديه نفسها رايح فين؟ رايح فين للكوره؟ رايح فين يعني هل هيقضي على الكوره الاوروبيه؟ ما كان عنده نيوكاسل والنادي السويسري كان يقدر، النادي الاسباني بالميرا دوت كان يقدر يدعم ويعمل، بس هو لا، هو فكر تاني، ده فكر جديد خالص يا جماعه. يعني هيعمل ايه؟ دي مش مفهومه. فمحمد صلاح يروح. محمد صلاح في تردد، ما راحش السنه دي، هيروح السنه الجايه. اخر كلام ان هم اتجهوا للنادي ليفربول نفسه وعرضوا مبلغ رهيب، يعني مش بعيد ان هم يبقوا عايزين يشتروا نادي ليفربول نفسه يعني. وده اللي بيحصل شيء غريب. قصه رونالدو خلت الناس، يعني هو الناس بتقول لك مش السعوديه بتدفع فلوس؟ اقول لك يا سيدي لا، الفكره كلها ان الخليج من زمان بيدفع فلوس للعيبه، بس اللعيبه كانت بتروح تختم اخر سنه او سنتين ليها هناك. ولكن جه دلوقتي رونالدو لما راح هما بقى بيعرضوا فلوس وكسروا خوف اللعيبه اللي كان سنها لسه قدامه 3-5 سنين في الملاعب مثلا، ومؤدي واوروبا والشو والاعلام والقوه والبطولات خلتهم لا يتجرأوا شويه، يعني يروح بدري. الاول كان بيروح وهو بيختم. فرونالدو هو عامل مساعد للخطوه دي، فكله جاي وراه، كله مش خايف، كله خلاص من الاعلام يعني اللي خلى الاسطوره وبنزيما والناس كلها، كانتي والناس سنها صغير راح او لسه قدامه 3-4 سنين. ومش بعيد الخطوه الجايه يخشوا على ناشئين، ناس سنها صغير بيقووا الدوري. مش بعيد تلاقي بيعملوا حاجه في اوروبا غريبه. فدي كله انا بحكي ليه عشان صفقه محمد صلاح. صفقه محمد صلاح هتتم ويعني اذا شاء الاقدار يعني وربنا اراد. اعتقد الخطوات ماشيه بقوه، هم بيدفعوا ليفربول بيلاعبهم ولا ما بيلاعبهمش الله اعلم. لكن سكوت محمد صلاح ده معناه ان هو مش معترض على حاجه، القرار في ايد النادي. هو بالنسبه له يبقى احسن مرتب، احسن امتيازات، بسبب شعبيته، بسبب ان هو من افضل اللعيبه دلوقتي في العالم اللي لسه قدامه شويه. يعني رونالدو سنه، لو قاوح شويه سنتين كمان، ولكن محمد صلاح لسه قدامه كتير. فما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، استاذنكم الدعم. السلام عليكم.